فيها عن أشياء كثيرة تخص جيلكم. وش النصيحة اللي أنت توجهها إلى الجيل القديم؟ لا، ما هو للجيل القديم. وش النصيحة اللي توجهها لأبناء جيلك واللي قاعدين يسووا تحديات مرة خطيرة من خلال التيك توك، من خلال الانستغرام، عشان الشهرة؟ طيب هذا الجيل هو دخل فيه السوشيال ميديا، فالرسالة اللي بوجهها انه لازم ابنائنا ما يصيروا مثلنا بالايام. يعني نحن مثلا ابانا ما نصحونا مثل ما حكيت منه شوي، سمعت ليش؟ لانه ما كان على عصر السوشيال ميديا، هن ما بيعرفوا شيء سوشيال ميديا اصلا، ما بيعرفوا شيء تليفون. نعم. فنحن المفروض اللي نعرف ونخبر ابنائنا بالمستقبل. مو ابنائك الحين، انت وش تخبر ابناء جيلك حاليا؟ ايوه. من اي ناحيه؟ من اي ناحيه؟ من التحديات، من المخاطر اللي قاعدين يسوونها عشان يصيروا مشاهير. يعني انت ما شاء الله حققت من الملايين المتابعين بدون ما انك تتجه الى التحديات والى الامور الخطيره. طيب صح ولا لا؟ رسالة مش شرط تعمل شيء خطير او مختلف لحتى تنجح، شخصيتك هي اللي بتحدد قرارك. الله، احلى كلام. ايوه، احلى كلام. وصلنا الان لنهايه حلقه اليوم. تفاعلكم معنا مره ضروري عبر صفحاتنا على مختلف مواقع ومنصات